السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي سنة أولى في درس جديد من دروس اللغة العربية. يلا بينا مع بعض يا سنة أولى ناخد النهاردة حرف جديد وهو حرف الجيم. يلا مع بعض حبايبي نعرف أول حاجة عن الحرف بتاعنا أشكاله. برافو علينا زي ما احنا متعودين. أشكال حرف الجيم. حرف الجيم يا سنة أولى في أول الكلمة فارد إيده عشان هيمسك في حرف بعديه. في وسط الكلمة فارد ايديه الاتنين. ليه؟ عشان هيمسك في حرف قبليه وحرف بعديه. في آخر الكلمة عارفين ان الحرف يا اما بيبقى متصل يا اما بيبقى منفصل. تعالوا نشوف كلمات اشكال حرف الجيم. حرف الجيم في اول الكلمة زي كلمة جمل. في وسط الكلمة شجرة. في آخر الكلمة متصل زي كلمة ثلج. في آخر الكلمة منفصل زي كلمة برج. يلا تاني نقرأ الكلمات مع بعض. في أول الكلمة زي كلمة جمل. في وسط الكلمة شجرة. في آخر الكلمة متصل زي كلمة ثلج ومنفصل برج. تعالوا نتعرف على أول سؤال. بيقول لي صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. زي ما احنا متعودين يا سنة أولى بيديني الحرف بأشكاله في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وبيديني مجموعة من الكلمات. تعالوا نقراها الأول. نجمة، تاج، جزر. طيب عايزني أوصل شكل حرف الجيم بالكلمة المناسبة. حرف الجيم الأولاني عندي ده إيه؟ في أول الكلمة. برافو، أول الكلمة عندي كلمة جزر. حرف الجيم التاني في وسط الكلمة هنوصله بكلمة نجمة. حرف الجيم في الآخر زي كلمة تاج. تاني حاجة يا سنة أولى نعرفها الحركات. يلا بينا نشوف الحركات. أول حاجة عندي الفتحة. الجيم لما حطينا عليها فتحة بقى صوتها جا. لما حطينا تحتيها كسرة بقى صوتها جي. لما حطينا عليها الضمة بقى صوتها جو. وعلامة السكون زي ما احنا عارفين ما بتتنطقش لوحدها، لازم حرف قبلها. يلا نقرا الكلمات. الجيم لما يبقى عليها فتحة جا زي كلمة ايه؟ جزر. جا جزر. تحتيها كسرة صوتها جي زي كلمة جزر. عليها ضمة صوتها جو زي كلمة جبن. وعلامة السكون ما بتتنطقش. مين اللي هيطلع لي صوت؟ حرف الراء في كلمة رجل. تعالوا نقرأ الكلمات مرة تانية مع بعض. يلا. حرف الجيم لما يبقى عليه فتحة جا. جا جزر. جي جزر. جو جبن. رجل عشان الجيم هنا علامة سكون لازم ننطق الحرف اللي قبليها معاها. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ضع جيم فتحة، جيم كسرة، جيم ضمة، جيم سكون مكان النقط. مديني مجموعة من الكلمات وبيقول لي حط الحرف بحركته. أول كلمة عندي كلمة جندي. جندي أنا نطقت هنا إيه؟ جو، يبقى جيم. برافو، جيم ضمة. تاني كلمة جمل. جا. برافو، جيم فتحة. الكلمة اللي بعد كده جسر. جي. برافو، جيم كسرة. آخر كلمة عندي رجل. رجل أنا وقفت هنا عند حرف الجيم، يبقى الحرف الجيم هنا برافو، جيم سكون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رتب الحروف وكون كلمة. مديني مجموعة من الحروف المتلخبطة للكلمات وعايزني أعمل كلمة صحيحة. أول كلمة عندي الميم في وسط الكلمة، جيم في أول الكلمة، اللام في الآخر. برافو، يبقى دي كلمة إيه؟ جمل. الكلمة اللي بعد كده زي جيم راء، تبقى دي كلمة جزر. آخر كلمة دال نون جيم ياء، تبقى كلمة جندي. برافو علينا. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. أكمل شبكة المفردات. احنا عارفين يا سنة أولى إن شبكة المفردات دي
تبقى عبارة عن حرف هو مدهوني وبيقول لي هات عليه مجموعة من الكلمات. تعالوا نجيب كلمات حرف الجيم. أول حاجة عندي ممكن نجيب إيه؟ أول كلمة عندي ممكن نقول جمل في أول الكلمة، ممكن نقول برج في آخر الكلمة، رجل أو رجل حرف الجيم في وسط الكلمة، جبن. يبقى شبكة المفردات يا سنة أولى عبارة عن إنه بيديني حرف ويقول لي هات عليه مجموعة من الكلمات. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع خط تحت حرف المد وبين نوعه. بيديني مجموعة من الكلمات وبيقول لي قول لي إيه فين حرف المد وبين نوعه. يعني ايه نبين نوعه؟ يعني اقول ان هو هل هو مد بالالف ولا مد بالواو ولا مد بالياء. تعالوا نقرا الكلمات ونشوف. الكلمه الاولانيه عندي كلمه جابر، انا هنا طولت في الصوت بتاعي جابر، يبقى هنا عندي مد بالايه؟ مد بالالف. برافو علينا، مد بالالف. طيب نوعه ايه؟ مد بالالف. برافو. الكلمة اللي بعد كده نجيب، انا هنا طولت في صوت المد، هنا عندي ايه؟ ياء. برافو، هنا مد الياء. طيب نوعه ايه؟ مد بالياء. اخر كلمة عندي كلمة وجوه، المد هنا عندي مد بالواو، نوعه مد بالواو. وده يا سنة أولى بيكون نهاية حرف الجيم، وإن شاء الله نلتقي في حرف جديد من حروف اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.